بسم الله على بركة الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. عسلامة أختي في الليل، إن شاء الله تكونوا بألف خير وصحة ونعمة ثم تتبعوا فينا. نهار جديد ودبارة جديدة باش نوريكم طريقة تحضير الملصوقة ديالي. بما إنه سيد رمضان قرب يجي، إن شاء الله كل عام وانتم حيين بخير. خليكم معنا شوفوا الوصفة والطريقة اللي معتمدتها وديما نخدمها. لا إله إلا محمد رسول الله. إن شاء الله تعجبكم وصفتي والطريقة متاعي. بالنسبة للسميد البنات باش ناخدو سميد أرطب، أنا نستعمل الزيتونة، وكيف كيف الوردة يكون مليح برشا يعني في الخدمة متاع المرزوقة. لأن عندي ملح خشين، ذوبته شوية في الماء البنات. إذا كان عندك ملح عادي بالطبيعة تستعمل الملح العادي. بالنسبة للماء إخوتي في الله يكون بدرجة حرارة الغرفة، يعني ما نسخنوهش، يكون الماء مسبالة عادي. لا اله الا محمد رسول الله. باش نحطو الماء والملح متاعنا بطبيعينا ميزاننا. انا باش نعمل هني كميه ما شاء الله كبيره، باش نلم العجين بالماء، نلمو يابسه شويه باش ننجم نعرف العجين. ما يلزموش يكون يعني طري برشا، لازم من اللول يكون يابس باش نجمو نعرقوه. بما ان نقعدو نعرقو بالطبيعه باش نقعدو نزيدو في الماء بشويه بشويه. لا اله الا محمد رسول الله. كما شفتوني حطيت برشا ماء لخاطر كميه السميد ما شاء الله كبيره، لأن باش نخدم كمية كبيرة من الملصوقة. هذاك حطيت بزايد ماء. لا إله إلا محمد رسول الله. كما شفتوا هني عجنتها يابسة، وتو باش نحطها على الرخامة باش نقعد نخدم فيها. لا إله إلا محمد رسول الله. ما تنساش تشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس كل جديد. حطوا لي اللايك على الفيديو فضلا وليس أمرا، وجربوا الوصفة على طريقتي وقولوا لي شنو رأيكم. هذه الطريقة البنات بالنسبة للي ما عندهاش عجينة، يعني تخدمها هكا بيديها، تعرق بيديها، والعجينة بالطبيعة تطرى ومن بعد تولي تترشق، يعني تسمحها تترشق، هذيك يعني التكستير متاعها سمحة. لا إله إلا محمد رسول الله. نعجنوها بالكف متاع يدينا بالطبيعة. من لول إخوتي في الله تبدأ تتقطع العجينة، ومن بعد يعني بزيدان الماء، كل مرة نزيدو شوية شوية الماء، العجينة تتلم، تولي تولي سوبل يعني، وتتمطط مع بعضها، ما عادش تتقطع بالكل. انا حبيت نعجن الكميه الكل مع بعضها، كما شفتوا كميه كبيره، لكن عجنتها كل مع بعضها ربحا للوقت يعني، باش ما نقعدش نخدم فيها على مرتين، هكا نعركها فرد مره. بالطبيعه تنجموا تجربوا البنات بكميه صغيره بالطبيعه. تو باش ناخذ الماء ونقعد كل مره نحل العجينه ونزيد شويه بشويه الماء، نبخها يعني بشويه شويه ماء، ونحاول ندخل الكمية هذاك في وسط العجينة، وهي تشرب العجينة يعني تشرب الماء وتولي رطبة. وقت نزيد شوية آخر ماء، وأنا هكاكا ديما نكرر في العملية حتى اللي نوصل للقوام اللي أنا نحب عليه. خليكم معايا تشوفوا القوام اللي أنا باش نوصلو، اللي باش نحصلو عليه، يعني باش تكون كعبة الملصوقة تجينا سمحة. لا اله الا محمد رسول الله. بالنسبه للملصوقه يعني البنات نجم تخدموها وحدكم في الدار، والا تخدموا كمشروع يعني بالطبيعه، بما انه سيدي رمضان هكا على الابواب. نحب نشكر برشا برشا نعيمة، هي اللي علمتني يعني صنعة الملصوقة. أنا من بكري يعني نحب نتعلم الطريقة متاع الملصوقة الديري. صحيح فيها تعب كما شفتوا، لكن اللي يبدا يحب هكا العجين ولا عنده غرام كيف كيف بالكوجينة وبالعجين، باللي يتعب يعني ما يحسوش التعب هذاك، على خاطر هو يحب ديجا الحاجة هذيك. لا اله الا محمد رسول الله. كما شفتوا العجينة تمشي وتطرى، ونحط لها الماء كي بشوية بشوية، ما نحطوش مع بعض. البنات بالنسبة للي عندها عجينة تحط كمية الماء اللي حشتها بها، وتخلي عجينة داك تعرق على روحها. وبالطبيعة العجينة متاعنا نرتحوها كما تعرفوا باش ما تحرقش. نرتحوها شوية ونعاودو كيف نخدموها حتى لين نوصل للقوام اللي احنا حشتنا به. بالطبيعة خوتي في الله راهو العجين يعني كي تمسو انت وقتها تعرف اسكو مازال حاجته بالماء والا لا، ولا يتلصق كما انت حاجتك والا لا. ديما اي حاجة انت تمسها بيديك تعرفها اللي هي محتاجة ماء والا لا. لا اله الا محمد رسول الله. في المرحلة هذه اخوتي في الله باش نقعد ديما نزيد شوية شوية في الماء،
وكيش نوصل للقوام هذاك البنات وقت نرجعو انا للطاجين ونزيدو كمية اخرى من الماء بالطبيعة ونعكو في وسط الطاجين. هني نظفت الرخامة متاعي وباش نقعد نزيد بشوية بشوية الماء حتى لين نوصل للقوام اللي انا حاجتي به. بالطبيعة الماء ذاك بدش تشرب يعني من السميد، يعني من قبل السميد اللي حطيناه مازال يقبل الماء. نقعدو كيكا ندخلو فيه بشوية بشوية حتى لين يتجانسوا مع بعضهم، وكي هكي كيما نقولو نضربوها شوية شوية، يعني تدخل ايدك اللوطة وتخرج هكا تقلب من لوطة لوطة باش العجين الكل يتجانس مع بعضه. استغفر الله العلي العظيم واتوب اليه. ان شاء الله تعجبكم الطريقة متاعي، وما تنساش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس لكل جديد، وطبقوا الوصفة كما شفتوها واعطوني رايكم فيها. صحيح الملصوقة اللي بالشيتا أسهل، لكن هذه أبن وهذه التراديسيونيل يعني، واللي تقعد لك أكثر وقت كيف ما تفسدش وتجيك بنينة برشا. كما شفتوا البنات الباتي راني حطيت فيها الملح كما شفتوا، سواء ملح خشين أو ملح عادي. أنا ما عنديش ملح عادي وقتها، حطيت ملح خشين ذوبته في الماء، يعني نفس العملية. لكن أنا مسلسل ديما نخدم بالملح العادي. شو ما شفت وريته كيفاش كنا نخدم فيها البنات، وما عادش تلصق لا في ايدي لا في الطاجين يعني اللي عركت فيه. استغفر الله العلي العظيم واتوب اليه. حتى كمية المية هذيك كيف باش تشربها، وباقي باش نزيدها انا لين ترطب العجينة في يديكم، كيف تولي رطبة وتولي ما تلصقش لا في اليد ولا في الماعون وقتها. يعني القوام تاعها سمح كما شفتوا البابل اللي طلعوا، على خاطر الخدمين كما شفتوا هكاكا كما وريتكم بايدي نهز من اللوطة وندخلها بعضها بالكدا هكا من اللوطة اللوطة هكا، ما عادش تلصق لا في الطبق ولا في ايدي. بالطبيعة بالايدي شوية بالماء قبل ما نمس العجينة باش ما تلصقش. وبالعجينة لنا البنات راهي سوبل على الاخر ورطبة على الاخر، وممتع ما تلصقش لا في الماعون ولا في اليدي. كيفاش نجيو نخدموها على الطبق نتاعنا اللي هو طبق نحاس، وقت كيف نبلو يدي يعني نبلو يدينا بالماء وناخذ شوية من العجين، يولي العجين البنات يتقص قصة كما شفتوا هكا. نبل ايدي ونبللها وجهها كيف العجينة اللي خدمتها. واخوتي في الليل راني انا العجين ديما نخدم قبل بالنهار، مش كي نبدا مزروبة كي ولي نخدمها في نهارتها يعني، اما الاغلبية نخدم قبل بالنهار العجينة ونبيتها في الفريجيدير بالطبيعة باش ما تفسدش. لكن حتى كي تبات لبرا مجالها شي خاطر ديجا الطقس بارد. كيما شفتوا هكا العجينة كيفاش وليت نهزها ونخدمها هكاكا، وكيف نحطها مرة أخرى تعاود تهبط فرد كابورة. لا إله إلا محمد رسول الله. بالنسبة لطريقة الطاوين البنات سهلة برشا، ماهيش موجودة في الفيديو ذايا، فما في فيديو سابق تلقاوها موجودة لطريقة الطاوين، لكن هني باش نوريكم كيفاش نضربوا على الطبق. لا اله الا محمد رسول الله. بالنسبه للعجين البنات اذا كان جاكم جارد نجموا تزيدوا شويه فرينه، واذا كان جاكم يابس نجموا تزيدوا شويه ماء. هذه الطريقه لتصليح العجينه يعني. وبالنسبه للطبق اخوتي فليره ونحاس، وديما تدهنوا بشمعه يعني، وفيسع فيسع ما تمسحوا يعني بشكل باش يحلس لك الكعبه يعني ما يكبشش فيها. كي حسيتو مثل الكعبة ولات تلصق وقتها حط له شوية شمع، حكوا بشمع وفيسع فيسع كي بلقشة رطبة. نحيك الشمع هذاك وبما انه سخن وقت تحط عليه يعني العجينة نتاعك وتعمل الورقة. هذه الكعبة نتاعك كيف شفتوها سوبل، وهني باش نحطها فوق خواتها ونغطاها بالطبيعة نحط باش ونحط عليه منادل انظاف بالطبيعة خاصين بالملصوقة، ديما دوما نخدم بيهم وبالطبيعة نغسلهم وننظفهم. بعد ما تعرق على بعضها باش نطويها بالطبيعة طريقة الطويين هاكم تعرفوها، وارجعوا للفيديو السابق. وهذه الكمية اللي تحصلت عليها ان شاء الله يعجبكم فيديوية. اشتركوا في القناة بالله عليكم، خليتكم صحة وعافية. ان شاء الله نتقابل في فيديو قادم في وصفة جديدة، وخليتكم بصحة وعافية. الى اللقاء.